لو عمرك ما سألت نفسك ليه، فانت اكيد مضيع على نفسك فرص كتيرة قوي. ليه انا هنا؟ ليه بعمل الحاجة ديت؟ ليه باخد القرار دوت؟ وليه ماشي في الطريق دوت؟ كل ديت اسئلة مهمة جدا في حياتك. فالنهاردة مش هنتكلم عن كلمة صغيرة، النهاردة هنتكلم عن أداة جبارة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت عايز تسأل عن خدمات التسويق على السوشيال ميديا، هسيب لك رابط التواصل في وصف الفيديو. فلو عايز تنجح مشروعك ادخل كلمنا دلوقتي. انا البوست لو جاي اوجهك في طريقك. ويلا نبدأ الفيديو. اللي عارفني عارف ان انا ما بحبش ان انا اتكلم عن التاريخ، بس هضطر ان انا اذكر بعض الحاجات في الفيديو دوت. على مر التاريخ البشر استخدموا كلمة ليه عشان يفهموا العالم ويغيروه. ليه وقعت التفاحة؟ السؤال دوت هو اللي خلى نيوتن انه يكتشف حاجة من اعظم الحاجات اللي اكتشفت على وجه الارض، وهي الجاذبية، ويفسر واحدة من أعظم قوانين الطبيعة. السؤال بليه كان بداية لكل الاكتشافات العلمية. كان على طول بيسألوا ليه النجوم بتتحرك، ليه البحر مالح، وهكذا وهكذا وهكذا. وحتى العلماء سألهم بليه خلاهم يكتشفوا نظريات كتيرة جدا، زي مثلا ليه بعض الأمراض بتنتشر بسرعة، وده خلاهم يكتشفوا حاجة عظيمة جدا اللي هي الوباء، وده اللي ساعدنا إن احنا نحمي نفسنا من أمراض كتيرة جدا. تعال نطلع بره التاريخ والعلوم ونرجع للمحتوى بتاعنا. كلمة ليه في حياتك يا صديقي بتأثر على حاجات كتيرة جدا. أولها طبعا في اتخاذ القرار. لما تواجهك أي مشكلة أو خيار بين حاجتين، اسأل نفسك ليه أختار الشغل دوت؟ ليه أصرف فلوسي في الحاجة ديت؟ وكمان بيخليك تعرف هل الحاجة ديت مهمة فعلا ولا لأ. إزاي؟ لما تسأل نفسك صديقي ليه إن أنا أذاكر دلوقتي، في إجابة محددة، وهو إنك عشان تنجح وتاخد شهادة، فبالتالي الحاجه ديت مهمه ولازم تعملها. لكن مثلا لما تقول نفسك ليه ان انا اقعد على التليفون دلوقتي، لو فكرت في الموضوع هتلاقي ان هو ملوش اجابه منطقيه، فبالتالي مش مهم او مش بالضروره ان انت تقعد على التليفون دلوقتي. وهكذا في حياتك كلها. حتى في تطوير الذات ليه مهمة جدا. الشخص اللي بيسأل بليه عن عاداته اليومية هو الشخص اللي عنده استعداد للتطوير. ليه بضيع وقتي؟ ليه مش بحقق اهدافي؟ الاجابه عن الاسئله ديت هي اول خطوه للتغيير. ولو جينا نبص على الجانب النفسي، علماء النفس قالوا ان الشخص اللي بيقول ليه كتير هو الشخص اللي بيطور من وعيه الذاتي. وعيك بنفسك بيبدا لما تقول ليه بحس بكده، ليه بفكر بالطريقه ديت، وهكذا. دراسات كتير اثبتت ان السؤال بليه بيساعدك على تقليل التوتر اللي عندك، لانه دايما بيخليك تفهم مصدر المشكله اللي عندك بدل ما تعيش في حاله من الضياع. امتى اسال بليه؟ لما تواجه قرارات كبيره، قبل ما تشتري، قبل ما تبيع، قبل ما تغير شغلك، لازم تسال نفسك ليه. لما تحس انك مش سعيد، اسال نفسك ليه انا مش سعيد، وهل ده سبب داخلي ولا سبب خارجي. واي حاجه غامضه بالنسبه لك، الحياه معقده، واي سؤال بليه بيكشف لك طبقه جديده من الحقيقه. عايز اعرفك يا صديقي ان اي حاجه عظيمه بدات بسؤال واحد، ليه. لما تسال ليه، انت بتبدا رحله جديده من اكتشاف حاجات كتيره. التعليم والتغيير. ما تخليش يومك يخلص غير لما تكون سألت نفسك أنا ليه عملت كده؟ وليه محتاج أعمل كده؟ خلي السؤال دوت جزء من حياتك، وانت هتتفاجئ بالأبواب الكتيرة قوي اللي بتتفتح لك. وأنا هسألك دلوقتي سؤال، ليه ما تبدأش تسأل ليه من دلوقتي؟ وسلام يا صديقي.